بسم الله والصلاة والسلام على حبيب الله. السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. صحة صيامكم وصحة رمضانكم. خيرت لكم اليوم وصفة لي تاخت صالي اللي راح نرفقوهم مع الشوربة هكذا باش ننوعوا شوية وزيد باش نشبحوا الطبلة بطريقة سهلة تحضروها في وقت قياسي، وكما راكم تشوفوا في الشكل تاعها جد راقي. اكيد الا حضرتوهم راح يعجبوكم ويعجبوا كامل عائلتكم. قبل ما نبداو في الفيديو فضلا وليس امرا اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد ومفيد وباش يبان الفيديو في محرك البحث. بسم الله، انا عندي حبة بصل تكون متوسطة، قطعتها هكذا يعني بالطول ولا دوائر، يعني المهم ما ترحوهاش. من بعد حطيتها في المقله نقليها شويه ونزيد عليها الزيت كيما على بالنا. البصل تمتم يذبل يعني تمتم يطيب. نبدا نقلب فيها كدا حوالي 2 دقائق. هنا بعد ما ذبال هاد البصل نجيب شويه تاع الدجاج نزيدو، يعني ربع صدر تاع الدجاج يكفيكم. قطعتو قطع يكونوا صغار، تقدروا ديروا حتى المرحي يفيد في هاد الوصفه. راح نقليهم هكذا شويه، من بعد نضيف شويه تاع الثوم ودرت لي زيبيس، شويه سماق، شويه الماجيك وشويه تاع راس الحانوت. يعني تقدروا تعوضوا هاد لي زيبيس بشويه تاع جومبو وما ديروش الملح. ضفت شويه تاع الكركم وقعدت نقلي فيهم حتى طاب هاد الحشو، نخليه بجهه. وباش نحضروا لاباط نحتاجو 125 غرام من الزبده ولا مارغرين. هنا كيما راكم تشوفوا في لوريال يعني دايره القيس، غير تحلوا تلقاو القيس ديالها ديو نتوما 125 غرام. واحسن شيء تكون طريه، يعني ما تكونش كيما هذه شويه يابسه. نضيفوا حبه بيض تكون بحراره المطبخ، مغرفه صغيره من الكركم، حوالي مغرفه صغيره من النعناع اليابس. في هذه الوصفه تقدروا ديروا النكهه اللي تحبوها نتوما، يعني تقدروا تضيفوا الزعتره، الحبق اليابس، تقدروا ديروا حتى السانوج، يعني كل واحد واش يحب. هنا ضفت الملح ومغرفه صغيره من لي زيبيس الخاصه بالشاورما. راح نخلط كلش مع بعض كيما راكم تشوفوا في الزبده كي درناها شويه يابسه، يعني تعذبكم شويه في الخدمه. تخلطوا حتى تحصلوا على خليط كريمي كيما راكم تشوفوا، يعني قد ما تخلطوا راح تطلق الماء ديالها. على هذا زدنا مغرفه تاع الزيت باش نعوضوا هذاك الماء بالزيت. ضيفوا الفرينه بعد ما نغربلوها ونلموها حتى تحصلوا على عجينه تجي طريه، يعني نلموها برك بلا ما نعجنوها وبلا ما نديروا الخميره. راح نتحصلوا على هاد العجينه اللي جات طريه ما شاء الله عليها. من بعد راح نجيب ليمون اللي راح نحضر فيهم هاد لي تاخت. عندي هادو تاع النجمه وعندي هادو تاع الورده، احسن شيء انهم يكونوا متوسطين ما يكونوش كبار بزاف هكذا باش الحبه تجي شابه. نرفد شويه من العجينه حوالي 20 حتى 25 غرام، من بعد نمشيها داخل هذا المول بهذه الطريقه. نسيي باش ما نرققهاش في القاعده ديالها، نزيد نضغط عليها هكذا في الجوانب عفوا، باش كي نحطوا الحشو ما تحسوش راكم تاكلوا غير في العجين، تحسوا بلي كاين الحشو في هاد لي تارت. وراح نسقمهم هكذا، الزوائد نحيهم بالموس. تقدروا غير تقطعوهم بالموس تخلوهم كيما راهم، كيما تقدروا تعاودوا تسقموهم حتى تحصلوا على هذا الشكل ما شاء الله. انا نفضل اني نعاود نسقم هاد الحواف بهذه الطريقه، وراح تتحصلوا على شكل الله يبارك. نعاودوا حبه مع بعض، نحطوا شويه من العجينه داخل المول وراح نمشيها بهذه الطريقه، نسي نضغط عليها في الجوانب هكذا باش كي طيب الا تنفخت لنا شويه. كيما على بالكم ديما لي تارت كي نديروهم نحطوهم يتنفخوا شويه حتى وما فيهمش الخميره، بصح تقعد لا فورم هي ما حش تتخسر.
بصح الا درتوهم شويه خشان راح يجوكم لداخل شغل معمرين بالعجين. حنا ما راناش حابين يكونوا معمرين بالعجين. نسقمها هكذا ونكمل كامل العجين اللي عندي بنفس الطريقه، ونفس الشيء راح نعاودوه مع هذه الورده، وهذه تجينا سهله على النجمه. هنا كيما راكم تشوفوا غير تدوروا برك راح تتوزع العجينه تمتم، وراح نحو هذاك الزايد وتجي ما شاء الله. هذه تقدروا تنحوها هكذا بيدكم برك بلا ما تستعملوا الموس، تعاودوا تسقموها هكذا كيما راكم تشوفوا. هادو هما بعد ما كملتهم راح نثقبهم في الوسط باش كي ندخلهم للفرن ما يتنفخوليش في الوسط ويتخسر الشكل تاعهم. وراح ندخلهم للفرن يكون سخون من قبل. راح نولي للحشو. هنا بعد ما برد ضفت له شويه تاع الفرماج يبقى اختياري، وهنا كيما راكم تشوفوا جاو ما شاء الله. خليتهم تحمروا شويه وراح يتنحاو لنا بكل سهوله. راح تتحصلوا على هذه الاشكال. بعد ما يبردوا ديموليوهم، حطوهم في صحن التقديم ولا في ليكيسات وبداو تعمروهم بالحشو. هنا حطيتهم في ليكيسات وراح نعمرهم بالحشو. ديروا كميه يعني قسمه تعمروهم، وما تنسوش بلي راح نزيدو نديكوريوهم. باش نكملو التزيين خيرت انا هذا التزيين. عندي شويه تاع الدجاج قطعته بشكل طولي، ضفت عليه شويه تاع جومبو، شويه تاع فلفل الاحمر، وشويه من التوابل الخاصه بالشاورما. تقدروا تضيفوا لا موطارد، شويه لا كريم فريش، يعني كل واحد واش يحب يدير. انا اكتفيت غير بليزيبيس وشويه تاع جومبو. خلطهم مع بعض وراح نضيف شويه تاع زيت زيتون باش يجوني مقرمشين من برا وطريين من الداخل. من بعد راح نحطهم في الفرينه، يعني نحطهم واحد واحد باش ما يلصقوش مع بعضهم. نجيب الحبه بيض نخلطوها هكذا، ومن بعد من الفرينه راح نحطهم في هذا البيض حبه حبه باش ما يلصقوش مع بعضهم كما قلت لكم. ومن البيض راح نحطوهم في لاشابلور وراح نقلوهم. نولو التزيين. انا زينت بلا كريم شونتيي سالي، درت كاس تاع لاتاي من لا كريم شونتيي مع نص كاس تاع الماء يكون بارد. طلعتهم بالباتور حطيتهم في لابوش وزينت بهم بهذه الطريقه. ونولو هنا للدجاج. شوفوا كيفاش جا ما شاء الله، يعني من الفوق جاي تقرمش ومن الداخل جا طري. كل حبه قسمتها على زوج وزينت بهذه الطريقه. والتزيين يبقى اختياري. هذا هو الشكل النهائي للوصفة تاع اليوم. ان شاء الله تكون عجبتكم وتجربوها وتتمتعوا بمذاقها. هكذا باش نبدلوا شويه من البوراك ونديروا حاجه راقيه بنينه طريه ما شاء الله عليها. فضلا وليس امرا اشتركوا في القناه، تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد ومفيد ان شاء الله. في الاخير ما بقى لي غير نقول لكم شكرا على المشاهده. نتلاقاو ان شاء الله فيديو قادم، وصفه جديده، ذوق جديد. من لذاك الوقت تهلاو في روحكم، صحه فطوركم، صحه سحوركم، صحه رمضانكم، والسلام عليكم.